بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من رياكت مع هشام. عندنا النهارده موضوعات كتير جدا جدا جدا. اول حاجه هنبتدي بيها ريال مدريد شال 4 يا جدعان. ريال مدريد شال 4. حد سمعها قبل كده؟ السيتي النهارده عمل حته ماتش على ريال مدريد. سففوا النجيله في الشوط الاول، حرفيا زنقوا في ال 18 ودب يدب 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 يدب. جه الشوط التاني بقى، راح السيتي راح راجع ورا وقعد يلعب بمزاج بقى، واحده واحده كده ومش مستعجل، وبرضه جاب جونين. الماتش الصراحة يعني متعة 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 متعة. أنا قلت لكم قبل كده اللي أنا كنت هفرح من ناحيتين، سواء ريال مدريد كسب أو السيتي. فأنا كده كده فرحان، يعني لو ريال مدريد برضو كان هو اللي صعد برضو كنت هفرح. بس يلا الحمد لله. كده السيتي والإنتر في النهائي يوم 10 يونيو إن شاء الله، نتفرج عليه بقى كلنا إن شاء الله مع بعض. دي أول حاجة. تاني حاجة، انا زهقت. انا زهقت يا جماعه خلاص والله. هو مرتضى رجع ولا ما رجعش؟ مشي ولا ما مشيش؟ اتعزل ولا استقال؟ رئيس النادي ولا مش رئيس النادي؟ الواحد بقى هيتجنن. النادي ده يا جماعه في حاجه غلط. في ناس كتير قوي كانوا بيقولوا النادي ده مبني بفلوس يتامى، باين حد واكل مال يتامى وبنى النادي ده. لا، نادي الزمالك، لا 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 لا، في حاجه غلط. النادي ده في حاجه غلط يا جماعه. النادي ده لما مؤاخذه يعني في الكلمه اساسه مش مظبوط. النادي ده اكيد قايم على حاجه غلط، اكيد, أكيد. الارض دي كان مثلا مكان خماره، ما تعرفش. نادي غريب الشكل، ولا عارفين مين اللي ماسك النادي، ولا عارفين مين اللي بيطلع قرارات، ولا عارفين اي حاجه خالص. وقناه الزمالك مش عارفين مين صاحبها، لانها كلها اصلا بتتكلم على شخص واحد، يعني مش بتتكلم عن النادي نفسه. حاجه غريبه وعجيبه. وياما هنشوف في قناه نادي الزمالك دي. الكابتن خالد الغندور طلع يقول لك الشكوى اللي رايحه للفيفا خلاص جهزت واتعملت بالانجليزي في مكتب المستشار مرتضى منصور. يا ابني يا حبيبي، شكوى ايه؟ شكوى ايه؟ والاهلي احتمال يتعاقب على ايه؟ متخلفين عقليا. اصل الاهلي عمل قواضي في اسمها ايه دي، محكمة مدنية، وما ينفعش. والفيفا قال انت اول واحد اصلا قدمت قضايا في محاكم عادية. انت بتتكلم على ايه؟ ده انت نيلة بنيلة بنيلة، وبتختصم الاهلي وبتختصم اتحاد الكرة. اتحاد الكرة ده لو فتح بقه كده وقال انت بتهبب ايه وعملت ايه وهو عمل لك ايه، انتوا الاتنين هتتمسحوا من على خريطة الكورة. بص يا خالد، انا مش هرجع معاك من بعيد، لا انا هرجع معاك بس من حاجه بسيطه قريبه يعني. عندك قضيه الجزيري، قضيه قيد اللعيبه. ادي اتنين اهم لسه في القريب، لسه حاجه قريبه اهي. ها، انت لجأت المحكمه ايه؟ ها، في موضوع الجزيري اتحاد الكوره قال اللي هو رايح انتقال حر. ها، تروح فيها ايه دي انت واتحاد الكوره؟ كلبوش، دي كلبوش. ده انت بتضحك على الاتحاد الدولي اللي هو ملك اللعبة. دي اول حاجة. تاني حاجة، في قضية قيد اللعيبة ما دفعتش فلوس، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ اتأيد لك اللعيبة بعد فترة قيد ب 25 يوم بحكم محكمة إدارية. ها، فما تكونش انت استخدمت الموضوع ده كتير وترجع تشتكي انه ما ينفعش. تيجي منين؟ تيجي ازاي؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. اوكي. وكمان يا حبيبي الاهلي، يا فطوطه، انا مش هقول لك يا خالد، بعد كده اقول لك يا فطوطه. يا فطوطه، انت لو جيت اصلا عرفت الاهلي رفع قضيه لايه؟ الاهلي رفع قضيه على قانونيه اللجنه، علشان القانون اللي ماشي على الكل، مش على الحكم، لا على قانونيه اللجنه اصلا. ده علشان بس الناس اللي دماغهم ضيقه زيك كده وزي بعض الجماهير اللي منساقه وراكم. طبعا ما ماليش دعوه بالمتخلفين اللي حواليك يعني في القناه وكده يعني. دول كده كده معروف، دول إيه يعني، ايه توجههم ايه يعني معروف.
بس نقفل بقى بقى القناة بقى اللي خانقانا دي بقى لها يومين. عندنا خبر بس وحش كده للأهلاوية، ان الشناوي هيبقى مصاب لمدة اسبوعين. فطبعا كده ولا هيلحق ماتش الترجي بتاع يوم الجمعة، وكمان الماتشين اللي هيتلعبوا في الدوري قبل الدور النهائي مع صن داونز او الوداد ايا كان. فكده احنا خسرنا الشناوي الفترة دي، بس يعني هي يعني ميزة ليها وعليها يعني، ان علي لطفي ياخد فرصة. مصطفى شوبير لعيب جامد جدا ونفسي ياخد فرصة، نفسي بجد ياخد فرصة. وان شاء الله برضو كريستو عايزين نشوفه. فباذن الله يعني الكام ماتش دول ميزه اللي احنا ننزل الناس تاخد على الملعب وتاخد على الماتشات، الناس اللي بقالها كتير ما بتلعبش، ونريح برضو الناس بقى اللي اتهلكت الفتره اللي فاتت دي. ويا مسهل الحال يا رب ان شاء الله يوم الجمعه الماتش يعدي على خير ونوصل للنهائي بنتيجه مرضيه، ونكسب لعيبه جديده في الثلاث اربع ماتشات الجايين دول قبل ان شاء الله قبل النهائي نحتاجهم. وان شاء الله ندوس في الدوري برضو بعد ان شاء الله ماتش افريقيا ده، ندوس في الدوري جامد، نفضل نكسب علشان نريح اكبر قدر من اللعيبه في الماتشات الاخيره. واخر حاجه حابب اقولها، ان شاء الله بكره ماتش الزمالك واسوان، وباذن الله باذن الله بعد الماتش هنطلع نتكلم مع بعض. استنوني، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك فيها وفعل زر الجرس، واعمل لايك. ولو في اي ملاحظة تحب تقولها لي اكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله نتقابل بكرة على خير. يلا تصبحوا على خير.